انتظر انا الاجابه. مقتنعه على فكره ان في حرب قادمه، اوكي في حرب قادمه اكيد ما بين مصر واسرائيل، لانه اسرائيل يعني هي تعلم بان ربنا يحفظ مصر خط وجيش الدفاع. مصر ورئيس مصر. طيب الروايه جيش مصر الاسرائيليه بتقول. اهم، بص عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. جيش مصر هو الجيش الذي لا يقهر، الله ده عليك. تاريخيا الله بالمناسبه. عليك. جيش مصر هو الجيش الوحيد اللي بيعيد دايما، ومؤسسات الدوله المصريه مع الجيش اللي بيعيد دايما ترتيب المنطقة. فبعيدا عما يحدث وفكرة ما تفعله إسرائيل، إسرائيل أضعف بكثير مما يتخيل أي أحد، والدليل إنها يومين حرب بس مع إيران كانت بتطالب أمريكا تيجي تدافع عنها. فما حدش يحاول يعني يعملها إن هي قوة لا تقهر، وإن هي كتير إحنا قلقانين. لا مش قلقانين، أنت عندك أكبر جيش في المنطقة، أكبر جيش في المنطقة، أعرق دولة في التاريخ، أهم مؤسسات استطاعت إن هي تجهد كل السيناريوهات اللي فرضت على مصر. فما تخليش حد يخوفنا أو الناس تروج إن إحنا الله خايفين من عليك. إسرائيل. إسرائيل دي لا تتحمل أصلا حرب مع مصر. ايه الكلام الحلو وايه الجمال ده وايه الانتماء على الرائع فكرة ده. صدقيني ده الواقع، صدقيني ده الواقع. أنت